Doubt that what doctors learn in medical school is wrong. We are told, and I know because I was told, that diabetes is a chronic, progressive, unrelenting disease that never gets better, and that you will need medication, whether it be insulin or oral hypoglycemics or whatever, for the rest of your life. Garbage. السلام عليكم. انا بقالي بالظبط 17 يوم ماشي على نظام الطيبات اللي هقوله لكم في الفيديو دوت. انا نفسي مش مصدقه لحد دلوقتي، لان انا 17 يوم ده مش وقت طويل، يعني حتى ما كملتش الشهر. انا كنت مستني الصراحه ان انا اعمل الفيديو دوت تجربتي مع النظام بعد ما اكمل شهر، بس ما قدرتش لان الحاجات اللي حصلت. يلا نشوف. في حاجة غريبة قوي من الحاجات، الأعراض اللي ظهرت عليا بعد نظام الطيبات. أنا مش مستوعب إزاي، بجد والله العظيم. أكتر حاجة فاجأتني هقولها لكم في الفيديو دوت، وعشان كده ما استنيتش إن يعدي شهر على النظام عشان أتكلم، عشان اللي أنا شفته ده كان لازم أتكلم عليه دلوقتي. بس أنا هخلي دي في آخر الفيديو، عشان قبلها عايز أقول أنا اتعالجت من إيه. الحاجات اللي كانت عندي ما كانتش بتتعالج خالص واتعالجت دلوقتي بعد النظام. أولا، أنا الوقت اللي ظهر لي دكتور ضياء العوضي فيه، سبحان الله، أنا كنت قبلها بقالي شوية كتير عمال بدور. أنا رياضي وبلعب رياضة وبحب الرياضة، والرياضة شغلي وأكل عيشي، فكل دايما اللي بيشغل تفكيري طول الوقت إن أنا إزاي يبقى عندي longevity. يعني إيه longevity؟ يعني يبقى عندي يعني مثلا لو شفت حد عنده 65 سنة وشكله زي مثلا عمرو دياب ولا حاجة، شكله صغير وبتاع، ما بنبهرش بيه قوي. يعني حلو طبعا، بس بنبهر باللي عنده 65 سنة وحركته حركة واحد عنده 30 سنة أو 25 سنة. ده اللي أنا عايزه، ده اللي أنا نفسي فيه. يعني لو خيرتني قلت لي عايز وأنت عندك 65 سنة تبقى عامل أحلى فورمة في الدنيا، ولا تبقى بتتحرك وبتنط أقول لك لا، عايز أبقى بنط. عايز أبقى بنط 10 سلالم وأنزل. ده أنا الرياضة بتاعتي كلها تنطيط. عايز ابقى حركتي مش حركه واحد عنده 65 سنه. هتقول لي ده مستحيل، اقول لك لا، في ناس اوريدي انا اعرفهم، في ناس كده، يعني ناس مشهورين بره بيلعبوا نفس الرياضه بتاعتي ومعديين 60 سنه، واقسم بالله بيتحركوا حركه بتاعت واحد في العشرينات. فلا، هي بتنفع، هي بتحصل. فانا طول الوقت بدور ازاي اوصل لده. فعشان انا بقالي شويه بدور ازاي اوصل لدوت، كنت بدور على ايه اكتر حاجه تخلي الاميون سيستم بتاعك يشتغل باقصى كفاءه، او جهاز المناعه بتاعك يشتغل باقصى كفاءه. ده مش اعلان، ده نظام الطيبات. فانا بدور لقيت دايما ان اكتر حاجه متفق عليها دلوقتي في العالم كله ان الصيام هو اكتر حاجه بيخلي المناعه بتاعتك تبوست، توصل لاقصى درجه. طبعا انا قلت ان انا هعمل حلقه عن الصيام، ده لازم حلقه لوحده يعني. بس انا بحكي لك دلوقتي وانا بدور اللي لقيته قدامي كان الصيام. الناس متفقه عليه بره، والناس متفقه عليه في كل حته، ان اكتر حاجه بتخلي المناعه بتاعتك تشتغل احسن ان انت تصوم. آه، فالاعجاز اللي عمله الدكتور ضياء العوضي وده اللي خلاني بقى بصيت وركزت معاه جدا، ان هو كمل لك الحته اللي ناقصه. ما احنا مش هنفضل صايمين على طول. انت لو عيان وعندك اي مرض في الدنيا وصمت، على حسب بقى المرض اللي عندك ده محتاج صيام قد ايه. بس مثلا في ناس كتير قوي اتعالجوا من الكانسر بصيام 30 يوم، من سرطان بصيام 30 يوم، بصيام 40 يوم، وده قلته في الفيديو اللي فات. فممكن تبقى حاجة تانية محتاجة صيام يومين بس مثلا او 3 ايام. المهم يعني ان برضو مع الصيام والاكل اللي انا كنت قبل بقى بمشي على النظام، كنت بصوم، ممكن اصوم يومين كاملين وبعد كده ارجع اكل تاني، بس برضو لسه في حته ناقصه، لسه في حاجات حاسس ان لسه المناعه بتاعتي ما قوتش، لسه عندي جيوب انفيه. انا طول عمري بعاني من جيوب انفيه. ضغطي بيعلى. دي بقى حته هاجيلها دلوقتي في الفيديو، عشان انا ما كنتش متوقع خالص ان النظام التواتي. يعني قلت اجرب زي ما انا بجرب كل حاجه. انا جربت ان انا ابقى نباتي، جربت لما كان باسم يوسف بيتكلم عن النظام النباتي، جربت ان انا اعمل كيتو، جربت اعمل كارنيفور، كل الانواع الدايت بجربها. بحب اجرب على نفسي عشان اشوف ايه اكتر حاجه هتنفع معايا، عشان زي ما قلت لكم انا بدور على اللونجيفيتي. عايز لما سني يكبر، لو ربنا كتب لي عمر وفضلت عايش لحد ما يبقى عندي 60 او 65، عايز ابقى لسه مش لازم اعمل نفس اللي بعمله دلوقتي، بس نصه حتى. فنرجع للمعجزه اللي دكتور ضياء عملها، ان انت مش تفضل صايم على طول، انت لازم تاكل. دي اول حاجه، اكيد هتاكل، يعني مش هتفضل صايم على طول. فطب لو انت عايز مناعتك تفضل قويه بقى على طول، تعمل ايه؟ نظام الطيبات.
لان هو ده اللي حل اللغز، هو ده اللي جاب الحته اللي ناقصه. ما انت مش تفضل صايم على طول. الصيام خلاص اثبتوا فيه. واحد عالم ياباني خد جائزه نوبل سنه 2016 على الموضوع دوت، على ازاي الصيام بيفعل الاوتوفاجي او الالتهام الذاتي. الالتهام الذاتي ده موضوع كبير هتكلم عنه في حلقه الصيام يعني. طبعا الصيام 100% 100% فعال، بس انت لازم تاكل. غير كده بقى تاني حاجة، الإعجاز التاني في نظام الطيبات، إن أنت لما هتشيل حاجات معينة زي البيض والفراخ والحاجات دي، هيحصل معاك حاجات غريبة بقى زي اللي حصلت معايا. أول حاجة، أنا طول عمري بعاني من الجيوب الأنفية، وفعلا سمعت دكتور ضياء في مرة بيقول إن هم لما بيجوا يجربوا حاجة على الفئران، ما هو كل حاجة بتتجرب على الفئران، فلما بيبقوا عايزين يجيبوا جيوب أنفية للفار عشان يجربوا عليه الدواء وكده، بيدوا له بيض. طبعا بحثت لقيت الموضوع ده حقيقي، قلت طيب اما نشوف. رحت طبعا اول ما اتبعت النظام وقفت بيض على طول، وقفت فراخ. الجيوب الانفيه راحت في خلال اول 4 ايام مثلا او 5 ايام. قلت عادي، يمكن ايه هتروح وترجع لي تاني وبتاع. 17 يوم النهارده، مش عايز اقول ان شاء الله ما ترجعش تاني يعني، بس 17 يوم النهارده لاول مره في حياتي ما مش بعاني من الجيوب الانفيه. انا كنت طول عمري بعاني من الجيوب الانفيه، طول عمري قرفان من الجيوب الانفيه. تاني حاجه الضغط. انا شاب رياضي وسني صغير، كان غريب قوي ان انا ضغطي يعلى. رحت قست الضغط مره واتنين وبتاع، كان ساعات ضغطي بيعلى وبيعلى قوي كمان بطريقه تخض يعني، اللي هو الناس اللي في الصيدليه اللي بيقيسوا لي الضغط خضوني. آه، وانا طبعا اللي هو طب اعمل ايه؟ ما انا بعمل كل حاجه صح، ضغطي بيعلى ليه؟ طيب ممكن قله نوم، انا ما بنامش كويس. نظام الطيبات عالج لي حته النوم اللي ما كنتش عارف اعالجها باي حاجه. اصلا مش هفضل اخد ادويه منومات طبعا، فجربت كل حاجه بقى ممكن تخليك تنام، ما بنامش، بنام صاحي. اصلا انا عندي اصابات وبتاع من الحادثه القديمه اللي كنت عاملها، فساعات وانا نايم انام على كتفي اتوجع، انام على كتفي اصحى، فبنام صاحي. وحياة ربنا اول مره في حياتي انام بجد، مش في حياتي يعني في اخر 10 سنين. وانا صغير كنت بنام طبعا، في اخر 10 سنين انا اول مره انام بجد. نظام الطيبات خلاني بنام. انا نومي خفيف قوي، تقل لي نومي شويه الصراحه، مش قوي بس تقل لي نومي شويه يعني، بروح في النوم بجد. آه في حاجه بقى اللي مفاجئاني بقى، اللي مفاجئاني قوي قوي قوي، اللي هي بقى اللي انا اصلا حاططها في عنوان الفيديو وعايز اتكلم عليها، عشان ده حاجه مش كل الناس ممكن تلاحظها. هقول لكم ليه انا اللي ممكن الاحظها. انا بتعور كتير بحكم الرياضات اللي انا بلعبها، بلعب رياضات كلها تخبيط وخطر وبتاع، فبتعور. فانا دايما بتابع الجروح بتاعتي وبتاع، بعتني بيها يعني، وبشوف بتقفل في قد ايه وبتقعد قد ايه، فانا حافظ الوقت بتاعي اللي الجروح بتاعي بتقعد فيه. انا بص، انا بالشورت مخصوص عشان اوريكم حاجه والله العظيم 3. في جرح هنا اهو الجرح ده يعني بصوا الجرح ده تحس ان هو في الطبيعي، في الطبيعه عندنا يعني، في الطبيعه عند الناس كلها بقاله بتاع مثلا سكه اسبوع ولا حاجه. الجرح ده بقاله 3 ايام، النهارده 3 يوم. خلاص يعني مش قفل، هو خلاص القشره بتقع يعني. ده في الطبيعي عشان يحصل على اي جرح يعني اسبوع و10 ايام وانت طالع كمان. في ناس جروحها بتلتئم في وقت طويل قوي. فانا مستغرب يعني ايه جرح كان بيقفل في 10 ايام او في اسبوع يقفل ويعمل قشره، وقشره قربت تقع في 3 ايام ما ده مش طبيعي. فيا جدعان يعني في 17 يوم 3 حاجات، التلاتة بالنسبة لي أغرب من بعض. أنا تعبت من الجيوب الأنفية خالص، ضغطي كان بيعلى وكنت هبتدي آخد أدوية ضغط، خوفوني قالوا لي بقى خد أدوية ضغط وبتاع، كنت هبتدي آخد أدوية ضغط. ضغطي معليش الحمد لله ولا مرة، كان بيعلى باستمرار بقى في الفترة الأخيرة. مبقاش يعلى. كنت بحس بسخونية في دماغي طبعا، تقريبا ده من الضغط يعني. مبقتش أحس بالسخونية دي. صداع، كان بيجي صداع كتير طبعا، مفيش الحمد لله. معرفش الصداع ده كان من الضغط ولا من الجيوب الانفيه ولا، المهم ان انا ردمت على اللي فات. انا مش مصدق اي حاجه اتقالت لي قبل كده، خلاص انا ممكن يكون كان بيضحك عليا كل ده. ف لو انت ما جربتش النظام ما تحكمش عليه من غير ما تجرب، عشان ده غباء والله العظيم. يا عم انت مش تخسر حاجه، جربه يا عم 20 يوم ولا شهر، لو قدرت تكمل شهر والله العظيم لو ما حسيتش بحاجه خلاص، ما يبقى انت كويس، انت تمام، كمل في اللي انت بتعمله، كل اللي انت بتاكله، ما حدش يغصب عليك يقول لك لازم تاكل كذا. انا مش عارف الناس عامله خناقه ليه على الموضوع. الناس ابتدت تتخانق مع بعض، وانت اللي حمار، لا انت اللي حمار وبتاع. سيبه، مش لازم تقنع حد بحاجه. اللي مش عايز يقتنع براحته، ما هو الخسران.
ما زمان كانوا بيقولوا لنا اللي بياكل على ضرسه بينفع نفسه، سيب، هو مش عايز يقتنع، هو شايف ان الدكتور ضياء ده مجنون ومش عارف ايه، خلاص هو حر. في وقت ما هيضطر يلجأ لنظام الطيبات، هيجيله اي مرض مناعي، هيجيله اي حاجه يبقى عايز يعالجها ويحاول يعالجها ما يعرفش، فهيضطر يجرب، ولما يجرب هيعرف ان احنا كنا صح، فخلاص مش لازم نقعد نتكلم كتير، فاهم؟ هو مفيش قدامك حاجه غير التجربه. انا هقعد اقول لك وده يقعد يقنعك وده يقعد يدافع عن الدكتور ضياء ويقول لك ده كان عبقري ومش عارف ايه بتاع، وانت مش مقتنع، مش هتقتنع، مش هتصدق. مفيش حاجه تقدر تقنعك او تعرفك النظام ده ممكن يعمل ايه في جسمك غير ان انت تجرب على الاقل 20 يوم. وصدقني والله العظيم هتحس بفرق فظيع عمرك ما حسيته في اي دايت تاني. انا جربت زي ما قلت لك كل النظام الغذائي اللي تتخيله اللي اخترعوه على نفسي. في حاجات كانت يعني مثلا الكيتو حسني شويه في الاول، الكارنيفور نفس الكلام. بس ده ايه ده سحر، ده سحر، ده مش طبيعي. انا اول مره يحصل لي كده، اول مره اتعالج من الجيوب الانفيه، اول مره الضغط ما يبقاش بيعلى، اول مره جروحي تبقى بتلتئم بالسرعه دي. لسه انا يعني 17 يوم اهو، وان شاء الله بعد مثلا شهر وشويه ممكن اعمل فيديو تاني لو حصل حاجات تانية غير اللي انا شايفها دلوقتي دي. فجرب، لازم تجرب، الموضوع يستحق التجربه. لو اي حد بيتفرج عليا من الناس اللي اعرفها او من صحابي او من قرايبي او والله العظيم لو جربت هتدعي لي، وانا مش عايز غير الدعوه، انا مش عايز غير ان انت تجرب وتقول ربنا يبارك له، ده هو كان السبب ان انا اجرب واتعالج او ان انا اخف من اي حاجه. نظام الطيبات مش دايت، انت ما بتعملوش عشان تخس، او انت ما بتعملوش عشان يعني ما تعملوش معامله دايت، هو مش دايت، هو فعلا نظام حياه، هو لايف ستايل انت لازم تتبعه عشان جهازك الهضمي يفضل شغال بكفاءه، فجهازك المناعي يبقى شغال لاقصى درجه ممكن يوصل لها. وبالمناسبه انا باخد زنك، والدكتور ضياء قال ان هو بياخد زنك برضو مش كتير، ممكن كل 6 شهور تاخد مثلا كورس زنك اللي هو بيبقى 30 حبايه على مدار شهر. عايز تاخده كل 3 شهور خده برضو، الزنك بيبوست المناعه جامد قوي. فانت متخيل الزنك اللي هو اوريدي بيبوست المناعه قوي مع النظام اللي هو بيخلي مناعتك، انت متخيل انت مناعتك هتبقى عامله ازاي؟ اعمل كده وشوف، والله العظيم هو ده اللي انا بعمله يعني. واقسم بالله تاني لو خيروني بين ان انت يبقى شكلك حلو، شكل جسمك حلو، اي حاجه في الدنيا، ولا مناعتك تبقى شغاله كويس، هختار ان انا مناعتي تبقى شغاله كويس. مناعتك شغاله كويس يعني انت مش هتعيا، من الاخر. بس كده. بص، لو عايز بطنك تشكرك بجد تقول لك شكرا، اتعشى كده: تمر، 3 تمرات، زبده، عسل ابيض، عسل نحل، موزايه، توست اسمر. بطنك هتقول لك شكرا، انت عملت معاها الصح.